المنتخب النهارده؟ والله اداء حلو، بس ضربات الجزاء ما كانتش قد كده الصراحه. جاباسكي يمين برضه كل شويه عمال بيترمى يمين الصراحه والله، والحمد لله يعني. الحمد لله. شايف ازاي اداء المنتخب النهارده؟ ده شويه موظفين دول حرام يلعبوا في منتخب والله. من الدقيقه 60 مفيش بدني بساغ. انا نفسي اعرف الجهاز الفني ده دوره ايه، بيعمل ايه؟ هم بس قاعدين بدل وجرافطات، ما لهمش اي ولا فنيات ولا بدني ولا اي. شويه موظفين والله، موظفين ما ينفعوا ولا ينفعوا يلعبوا في نادي درجه ثانيه. جايب لي كلهم لعيبه اللي شاغل دماغه بشعره، واللي شاغل دماغه يقعد يلف بالكوره. ايه دي لعيبه دي لعيبه والله العظيم. حرام الفلوس اللي بياخدوها، وحرام ان هم يعني ده زهقونا يا عم. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ هو ده اللعيبه دي؟ ايه ده؟ شايف ازاي اداء المنتخب النهارده؟ هم لعبوا بس في الاخر كانوا تعبانين. في الاخر كانوا تعبانين. تقييمك ليهم يعني بشكل عام؟ لا، تقييم لعبوا كويس، بس ابو جبل ما كانش كويس. شكرا ليك. ضيعنا الماتش بجد زعلانين على اخرنا. في ضربات الجزاء كانت حلوه، كنا ماشيين حلو قوي. جاب في الاخر ابو جبل ضيعنا خالص بجد. احنا كنا فرحانين من كل قلبنا، دلوقتي ضاعت. انا عايز اقول كلمه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جواسكي. روح يا شيخ ان شاء الله اقعد الكلب. عايز اقول كلمه. شايف ازاي اداء المنتخب؟ والله ده المنتخب الحمد لله رب العالمين. احنا خرجنا بفيتوريا، باتحاد كوره، بالدنيا الحمد لله رب العالمين. ولا في مستوى ولا في، احنا مش منتخب بصراحه، مش منتخب يعني يتاهل للنهائي او يتاهل للتصفيات بجد يعني. الحمد لله رب العالمين. عايز اقول كلمه. عايز اقول كلمه. الحمد لله. شايف ازاي اداء المنتخب النهارده؟ ولا في روح ولا في اداء ولا في اي حاجه. قعدنا نجيب اللوم على صلاح، وانا سايب من اول الحارس لغايه الهجوم مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه بنقدمها. الحمد لله. والله احنا بدأنا الشوط الأول حلو والدنيا تمام، بس مش عارف هو تبديلات الشوط الثاني اللي بوظت لنا الدنيا والله. هي الدنيا باظت، مفيش ضربات جزاء ومفيش حارس. الدنيا بايظة. عايز اسال سؤال. عايز اسال سؤال. ما تشوتش تاني يا ابو جبل. بس كده. تناغم باللعيبه خالص، وبرده الحارس المرمى ابو جبل بصراحه بوظ الدنيا خالص في اخر الماتش. يعني انت شايف الماتش كان ممكن ينتهي في الوقت الاساسي بتاعه؟ كان ممكن يكون لو شدنا حيلنا شويه وحسينا ان في مثلا قوه من اللعيبه، عشان اللعيبه فعلا فقدت الشغف في اخر الماتش بصراحه. لو فعلا كان في شويه رجوله شويه في الماتش، في اخر الماتش بالذات، كنا ممكن نجيب نخلص الجول ونخلص الماتش. بس لما غير كده مفيش اي حاجه. شكرا. من اول البطوله احنا الرد فعل، عمرنا ما تقدمنا، دايما بنجيب الهدف بعد ما بيجي فينا هدف. احنا من الاول كان لازم احنا اللي نسجل، وكان لازم احنا اللي نضغط من اول البطوله. بصراحه فيتوريا مش كويس، مش مدير فني كويس بصراحه.